اللحمة من أكتر الحاجات اللي ممكن تعمل بيها أنواع أكلات مختلفة. عندك لحمة مشوية، طاجن باللحمة، لحمة مسلوقة ومرقة، لحمة مفرومة في الأكلات والكفتة والبرجر، وأشكال تانية كتير. هنتعرف على أغلى وأفخر أنواع اللحوم البقري اللي طعمها بيخليك تعيش تجربة مش هتتنسي. كل نوع من اللحمة دي وراه حكاية وسر بيخليه يستاهل كل قرش مدفوع فيه. لو بتحب اللحمة أو نفسك تكتشف عالم جديد من الفخامة، الفيديو ده معمول ليك. صلي على النبي ويلا بينا نبدأ. تخيل معايا حتة لحمة بتدوب في البق من غير ما تحتاج حتى تمضغها. ده بالظبط اللي هتحسه لما تجرب لحم الواجيو الياباني. الواجيو مش مجرد لحمة، دي تحفة فنية مصنوعة من البقر اللي عايش حياة الملوك. البقر ده بيتعامل كأنه شخصيات VIP، بيدلكوها، بتاكل أكل مخصوص، وبيشغلوا لها موسيقى كلاسيكية عشان تبقى مرتاحة على طول. والسر هنا إنها بتتميز بالرخامية العالية، واللي هي التوزيع المتساوي للدهون جوه اللحمة. الدهون دي هي اللي بتدي اللحمة الطراوة المميزة وبتخليها تدوب في الأكل. وأشهر نوع في سلالة الواجيو هو الكوبي بيف اللي جاي من منطقة هيوجو باليابان. تخيل بقى إن سعر الكيلو الواحد من اللحمة دي ممكن يوصل من 450 ل 2700 دولار للكيلو حسب درجة الترخيم، وأعلى درجة هي ال A5. وفي المطاعم الفاخرة ممكن توصل 1000 دولار للوجبة. دي مش لحمة عادية، وتجربة حقيقي مش هتلاقيها في أي حتة تانية. لو بتحب النكهات المركزة، لحم البقر الأمريكي المعتق هو اللي بيديك الطعم ده. العملية دي بتحتاج صبر، لأن اللحمة بتتحط في غرف مخصصة مظبوطة بدرجة حرارة ورطوبة معينة. المدة بتتراوح من 21 ل 30 يوم وأحيانا أكتر. خلال الفترة دي بيتبخر جزء من رطوبة اللحمة وبتبدأ النكهات تتركز، واللحمة بتبقى أطرى وألذ، والنتيجة لحمة بمذاق عميق يخليك تعيش تجربة تانية تماما. بتختلف الأسعار بناء على فترة التعطيق وجودة اللحمة المستخدمة، حيث إنها بتتراوح من 50 ل 300 دولار للكيلو. لو عجبك الفيديو لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكمل معايا الفيديو للآخر. في منطقة بورجاندي بفرنسا بيعيشوا أبقار سلالة شاروليه اللي بيدوك لحمة بنكهة ولا أروع. دي مش لحمة عادية، دي لحمة بتتربى في أحسن الظروف الطبيعية وتحت رعاية مستمرة عشان تجيب لك المنتج المثالي. سعر لحمة الشاروليه الممتازة ممكن يوصل من 150 ل 400 دولار للكيلو، وده لأن النكهة والملمس الناعم هنا مفيش زيهم في أي مكان تاني. الأرجنتين من البلدان المعروفة بجودة لحومها، والسبب هو الأساليب اللي بيستخدموها في تربية البقر بالأراضي الخصبة. البقر هناك بيتغذى على الحشائش الطبيعية في مراعي واسعة، وده اللي بيخلي اللحمة غنية بالنكهة ومتوازنة تماما. والأجمل إن لحمة الأرجنتين تعتبر معقولة في السعر مقارنة بالأنواع اللي فاتت، بس برضه مش بتتنازل عن الجودة. القطع الممتازة منها بتوصل ل 100 دولار للكيلو، وكانت دي أغلى وأفخر أنواع اللحمة في العالم. اكتب لي في الكومنتات نفسك تجرب إيه منهم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة واستنى الجديد. كان معاكم مستا، وسلام.